حبايبي طلبة علاج طبيعي، وطالما شفت وشي وظهرت لك في التايم لاين اعرف انك هتعرف معلومة جديدة هتساعدك، بل هتلاقيها في الامتحان اللي كمان شوية هتخش عليه. فركز معايا. النهارده هنتكلم على البايو ميكانكس الصعبة اللي الناس كتير بتشتكي منها، بس مفيش امتع منها وهخليك تحبها دلوقتي. كلنا عارفين ان البايو ميكانكس ده علم بيدرس الحركة وبيدرس الحاجات المتحركة، دي الميكانيكا. ولكن احنا كدكاتره علاج طبيعي شغلنا كله مع الحركه، شغلنا كله مع الفانكشن. انت وظيفتك مش انك تبص على اي حاجه غير الفانكشن. يعني ايه فانكشن يا دكتور؟ وظيفه، وظيفه. المشي، الجري، الحركه، طلوع السلم، نزول السلم، انت ده شغلك. ما تركزش على حاجه تانية. انت ده وظيفتك وده قلب شغلك، الفانكشن. عشان نوصل للفانكشن ده احنا بنتحرك، احنا اجسام متحركه، احنا مش ثابتين. احنا زي العربيات اللي بره في الشارع دي، عربيات. فالعربيه لو خدت بالك بيخش فيها الميكانيكا دي عملوها عشان يدرسوا الحاجات المتحركه. فخدوا الميكانيكا وقاموا حاطين لها بايو، حيوي. وبدانا ان احنا نسقط الافكار والبرنسبلز والمبادئ بتاعت الميكانيكا على جسم الانسان. طب ازاي يا دكتور؟ ازاي انا جسمي يبقى زي العربيه؟ عشان انت بتقدر تعمل فورس، قوه، بتقدر تعمل موشن، بتقدر تعمل تورك، بتقدر انك تعمل عزومات، وعندك حاجه اسمها ليفر ارم او مومنت ارم. الكلام ده لما هتشوفه هتحفظه وتبصمجه، فهتخش في الامتحان ممكن تغلط فيه او تبقى بصموج جامد جدا وتقدر تحلها. بس انا عايز افهمك الكلام ده لانه اساس هيفهمك البايو ميكانكس ويخلي كل حاجه منطقيه في بالك. تورك، موشن، والمومنت ارم والفورس. بص يا سيدي، علم البايو ميكانكس كله هو عايز يدرس القوه اللي العضلات بتطلعها والحركه اللي بتحصل في المفاصل، كل ده يتركب في اطار ميكانيكي. طيب تعالى نفهم الكلام ده. تعالى اجيب لكم حاجه كده هتسهل عليكم الدنيا. شايفين اللابتوب ده؟ اللابتوب ده عباره عن ايه؟ اللابتوب ده فيه مفصله هنا اهي، اوكي؟ فيه مفصله وفيه الراس بتاعته او الشاشه دي بتنزل وبتطلع، بتتحرك فوق وتحت، اوكي؟ على مفصله. انت عشان تطلع وتنزل الشاشه دي انت بتعمل ايه؟ بتعمل فورس، بتضغط لتحت، بتضغط لفوق او بترفع لفوق، بتبوش او بتبول، اوكي؟ ده اهو شايفين الشاشه؟ ما تنساهوش. جسم الانسان بقى، انا عايز اعمل حركه زي فليكشن، اوكي؟ فليكشن. فانت عملت ايه؟ العضلات بتاعتك انقبضت فحركت المفصل حوالين مفصله. اسقط الكلام ده هنا برضو. انت عندك مفصله خياليه، ايماجينري، تخيل. هتقول لي يا دكتور ما هي مش موجوده، انا مفيش مفصله، مفيش حته مفصله ممسوكه هنا. لا، ما هو بتوع البايو ميكانكس تسهيلا خلقوا هنا المفصله تخيليا، لان فعلا في مفصله، بس المفصله دي معموله بشكل حيوي. جسم الانسان اتصمم ان الحته دي تبقى مفصله او اكسس، محور. عارفين المروحه لما بتدور حوالين محور؟ فانت المفصل اللي انت شايفه ده عمل ايه؟ دار حوالين المحور ده. يا دكتور مش موجود. تخيلوا في هنا محور اهو، طالع نازل. مين اللي طلعك ونزلك؟